يا مساء الفل. لو أول مرة بتسمعنا فده أكيد من حظنا الحلو، ولو حابب ترجع للحلقات اللي فاتت هتلاقيها موجودة على التيك توك فيسبوك يوتيوب زي ما انت عايز، ولو مش أول مرة فانت كده كده صاحب بيت منورنا والله. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إننا لازم نقابل في حياتنا شخصيات بتكون عكسنا تماما عشان نقدر نعمل التوازن اللي بيخلينا أحسن. طب إزاي بقى الناس اللي كنا فاكرينهم أذونا طلعوا بيعملوا لنا فايدة وكبيرة قوي كمان، وإنك ما اتأذيتش ولا حاجة؟ الأشخاص دي بتكون زي المراية، بتعكس نفسنا من جوه عشان نقدر نعرف نكتشفها ونعرف احنا محتاجين ايه بالظبط. يعني قلبنا اكتر ولا عقلنا اكتر؟ محتاجين نصالح نفسنا ونهتم بيها ولا نحبها اكتر؟ يعني مثلا لو قابلت شخص مش مهتم بيك وده وجعك قوي، تعال بقى بص في المرايه وشوف هو كان جاي يخليك تاخد بالك من ايه. ان انت اصلا اللي محتاج تهتم بنفسك اكتر، وانك ما تستناش الاهتمام ده من حد، او ان انت شخص بيضحي بزياده قوي وما بيستناش المقابل، او ان انت بتاثر في حقك لدرجه انك بتتوجع وبتسكت عادي. لو قابلت مثلا شخص بيغير منك او بيقلل من حاجه انت بتعملها، فده هيعكس لك انك لازم تزود ثقتك في نفسك وفي الحاجات اللي انت بتعملها مهما كانت الناس شايفاها صغيره، وانك لازم تعيد تفكير في دايره الاشخاص اللي حواليك عشان مش كلها عايزه لك النجاح ولا تتمنى لك الخير. لو مثلا بتقابل ناس كتير اول ما بتضمن انك اتعلقت بيهم بيسيبوك وبيمشي، فده بيعكس لك ان قيمتك ما ينفعش تتربط بوجود شخص، وانك لازم تبطل تخاف تبقى لوحدك، وانك تتعامل مع الناس في حدود المعقول والطبيعي. مش لازم تطلع كل الحاجات الحلوه اللي جواك وتستهلكها بسرعه قوي لمجرد ان الشخص ده ما يمشيش، لان انت فعلا مع الوقت مش هتلاقي حاجه تديها لاشخاص كويسه فعلا. الناس دي بتيجي علشان انت تستاهل انك تكون نسخه احسن من جواك، وده طبعا يخليك تاخد بالك ان لما الاشخاص بتتكرر بنفس الظروف والمواقف انك ما شفتش المرايه كويس، وانك لسه مركز مع الضيف اللي جاي في حياتك وسايب البيت اللي احنا اصلا عايزينه احسن. كده عرفنا ان وجود الاشخاص اللي كنا فاكرينهم بيأذونا طلع مهم جدا، وانهم السبب اصلا انك تكون احسن. مش قلت لك لما تعرف هتروح تشكرهم؟ الاهم بقى انك بعد ما تشوف المرايه كويس وتبدا فعلا تصلح الحاجات اللي محتاجه التوازن ده، فيا ريت بقى لما تشوف شخص كويس ما تقولوش يا ريتني قابلتك من زمان، لان انت زمان اصلا ما كنتش هتعرف تتعامل معاه كويس بطريقه ما تبقاش انت اللي بتأذيه، ولا كنت هتقدر الحاجات الجميله اللي جواه لانك ساعتها ما كنتش لسه اتعاملت مع شخص عكسك عشان تقدر تشوف بعد كده وتميز مين اللي شبهك ومين اللي مش شبهك. يا ريت بدل ما نركز على الحاجات اللي وجعتنا من الناس دي نفكر هم ازاي اصلا كانوا جايين يفيدونا، ومحتاجين نصلح ايه من جوانا عشان ما نتعرضش للمواقف دي تاني. كده خلصت حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده، وبيني وبينك فريدة النجار، سلام.